الخوج السلام عليكم. واخيرا الجمارك تنفي ما تم تداوله بخصوص الهدايا، وحصريا دابا وليتي تقدر تعرف شحال غادي تخلص رسوم جمركيه من تطبيق امانه. غنشوفوا كيفاش فيديو جديد وموضوع جديد مع محمد عاشور على بركه الله. كنت شاركت معكم فيديو انتشر بزاف في الجرائد الالكترونيه ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفادو على ان الهدايا او الناس اللي كيجيو من برا غيوليو يخلصوا الرسوم الجمركيه على الهدايا اللي كيجيبوا معاهم. وهذا الخبر تاسف ليه بزاف الناس، حيت بقى المنفذ الوحيد لينا بدون رسوم جمركيه. الناس عندهم عائلتهم هنا في المغرب، سواء اللي جايين من المغرب او اللي غاديين برا المغرب، كيجيبوا كيديو معاهم لي كادو، وهذه حاجه عاديه اللي كاينه في العالم كامل. ولكن دارت الاخبار على انك ما تقدرش تجيب اكثر من 2000 درهم، او الا جبتي اكثر من 2000 درهم غتخلص عليها. ما تقدرش تفوت اكثر من الريحه ديال 120 مليلتر، كرتونه ديال كارو، ما الى ذلك. ونقلت لكم انا في فيديو خاص، وبزاف الناس اللي دوا معايا من الجاليه تواصلوا معايا باش يتاكدوا من هذا الخبر. انا قلت لهم تسناو حتى نتاكد 100%. والجديد هو ان هذا الخبر والحمد لله مجرد اشاعه تفهمات بالغلط على الملصقات اللي كيتفرقوا في المطار اللي كيكونوا كل عام. وهذا الخبر كيخص داكشي اللي كتطلع معك في الطياره، ما عندوش علاقه بالرسوم الجمركيه ولا شحال غتجيب ولا شحال غدي. ناضوا المواقع الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي بارطاجاو الخبر بلا ما يتاكدوا منه. جرائد كبار في المغرب اللي حطوا عندهم الخبر، فانا عاود حطيته واثار جدل نوعا ما صفوف المغاربه، بحكم انه شي حاجه اللي مستحيله انك تولي تجيب كادو من برا وتخلص عليه. حتى الا جبتي شي حاجه ديالك غيقول لك راه كادو، واخا هي للاستعمال الشخصي. وزاره الاقتصاد والماليه تنفي تجديد المراقبه الجمركيه على المقتنيات والهدايا عند ولوج التراب الوطني. هذا كان عنوان جريده هيسبريس الشهيره. الجمارك تنفي نفيا قاطعا بانه يكون خبر اللي كيتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ديال فرض الرسوم الجمركيه على الهدايا القادمه من الخارج ان يكون صحيحا. الاجراءات الجمركيه ما تزاد فيها حتى تغيير، باقي نفس الاجراءات اللي كانت شحال هذه. غير برا عليا العائله كادوات، وكنتمنى الناس اللي كانوا تواصلوا معايا في الانستغرام او كتبوا لي في التعاليق يشوفوا هذا الفيديو باش يتاكدوا، حيت خصوصا واحد جوج الناس، كان واحد جاي من طاليان وواحد السيده باغا تجي حتى هي من برا، يمكن اخروا او اجلوا السفريه حتى يتاكدوا. والحمد لله كناكد لكم على ان الخبر مجرد اشاعه، تقدر تجيب معك اي حاجه بغيت. والخبر الثاني هو انك وليتي تقدر تعرف شحال غادي تخلص ديال الرسوم الجمركيه للمشتريات من المواقع العالميه، واللي جايه عن طريق البريد فقط. ما كندويش على سبيداف او شركات خاصه، كندوي على المشتريات اللي جايه عن طريق بريد المغرب. فاش كنقول الرسوم الجمركيه راه كنقول غير التيفيه ماشي التوصيل. ما داروش علاش؟ حيت حاجه باينه، ما كاينش ثمن توصيل محدد في المغرب. كان 57 وهبطوا ل 25، الا ان باقي من بعض المراكز البريد اللي كياخذوا منهم 57 درهم، وكاين اللي هبطوا 32 درهم، وكاين اللي هبطوا ل 25 درهم ثمن التوصيل. واللي منهم انا وكنت شاركت معكم على ان الفاكتور من بعد هذا القرار جاب لي كولي وقال لي غتخلص 62 درهم. غتقول لي محمد عاشور باش غادي نعرفوا شحال غادي نخلص رسوم جمركيه؟ غنقول لك عبر تطبيق امانه، وغنشوفوا الطريقه في هذا الفيديو. امانه التطبيق اللي غتلقاوه في بلاي ستور او في اب ستور على حساب اشنو عندكم، الاندرويد ولا ايفون. بالنسبه للناس اللي كانت عندهم ماي امانه يدخلوا البلاي ستور ولا الاب ستور يديروا لها ميزاجور، حيت هذا ميزاجور جديد. هنا غندخلوا نضربوا طلع على امانه، حيت كاين الناس اللي باقي ما عمرهم خدموا بها. صافي كتعطيك ديريكتومون سكاني وسيزي لو كود دو سويفي، ساهله بزاف. فيه هنا حتى شي حوايج بحال الطريف الا بغيتي تصيفط من شي بلاصه، مثلا في المغرب من كازا لاكادير ولا اي مدينه بغيتي، كدير شحال عندك من كيلوغرام. هذه المعلومات العامه. مثلا غنديرو 0.250 غرام سون امبالاج، كدير كالكولي وكيعطيك الثمن اللي هو 46 درهم. زدتي شي امتيازات اخرى بحال بيمون على ليفريزون اون اسبيس كتزادك الثمن، وانت كتزيد في الخدمات والثمن كيتزادوا. وماشي ضروري دير هاد الخدمات كاملين، تقدر تعزل على حساب انت اشنو باغي. حيت كاين شي دراري اللي سولوني على الشركات اللي في المغرب كيصيفطوا، كنت قلت لهم كاين شركات خاصه، كاين امانه وكاين الكيران، غير باش تاخذوا فكره. وكنبغي ننور الناس باش تكون عندهم ثقافه عامه، الواحد يكون عارف الحاجه. بون هنا شنو غدير؟ غتمشي لعلي اكسبريس،
غتاخد كود دو سويفي. كنت وريتكم واحد الطريقه ديال الكود دو سويفي الثاني ماشي الاول هو اللي غتخدم به. غنوريكم عاوتاني واحد الطريقه جديده ملي غتاخدو غير من هنايا، ما تحتاج طابيه في شي سيت اخر. نمشيو لارتيكل اللي ضمنت على انه وصلني، غنديرو تتبع الطلب. نورمالمون في الطريقه الاولى هاد الرقم اللي فيه اس الزيروات والاخر ديال 52 قلت لك خصك تكوبي وتمشي للسيت اخر بحال باغسيل او نينجا بوستال نينجا باش كيعطيك كود دو سويفي ديال المغرب. هذا ديال علي اكسبريس ملي كيتشحن حتى كيجي للمغرب، ملي كيجي للمغرب كيولي كود دو سويفي اخر باش كتبعو. هنا كاينه شركه الشحن ثانيو سوبر ايكونومي جلوبال كنوركو عليها. هنا كيعطينا التتبع ديال علي اكسبريس، واخا ما صحيحش 100% ولكن تقدر تستعان به. هنا التتبع من نهار تشحن لك الا كنتي زربان وما باغيش تدخل شي سيت اخر. فوالا هنا راه كيعطيك كلشي بالانجلي تقدر تترجمو. هنا راه عطاني كود دو سويفي الاول اللي قلت لكم اس اصفار 52 في الاخر، والثاني هو هذا اي اش في الاخر ديالو بي او، هو اللي غنديروا ليه بلاتي نديروا ليه حنا كامل كاع كوبي ونمشيو للامانه. الامانه كنديروا كود دو سويفي في هاد الخانه. يلا راه شويه معكسه هاد الخانه، ما فهمتش كتبقى تورك اي سيت سبحان الله كيصايبوه المغاربه عرف غتلقى فيه مشكل. دابا غيعطيك بصعوبه باش غيعطينا نكتبو. شوف شي علي اكسبريس دغيا دخلت طابيت كوبيت. شوف دابا شوف ها هو تعكس. نديرو شي بلاصه اخرى نعاودو نديرو سويفي نعاودو نوركو. فوالا دونك غنديرو كولي غنحيدو داك النمبر، يعني غنديرو الكود دو سويفي ديريكت وغنديرو غوشيرشي. فوالا كيعطينا بيمو على ليفريزون 4 دراهم. دابا هذه هي المصيبه، على انهم دايرين لك الفلوس اللي غادي تخلص ملي تجيب لك امانه اللي هي 4 دراهم، ولكن هما كياخذوا من عندك زائد التوصيل. علاش ما كيديروهاش هنا؟ علاش كاتبين بيمو على ليفريزون 4 دراهم وهنا خصهم يكتبوا نورمالمون هذا تيفيا اولا الرسوم الجمركيه؟ هنا كتقدر دير تتبع فواغ لي ديتاي حتى هي كتعطيك من نهار دخلات المغرب سونتر كوريا انترناسيونال اون فو بريس اون شارج بارتيت من الليل اون فو سورتي بار لو ليفرور. هنا اغوتورني على الاكسبيديتور. هنا في شهر 10 نهار 12 جابها ليا وقلت لي ردها. هنا اون في بري اون شارج بار تيت من الليل سي ال دي. هنا رجعت للديبو اون فو سورتي ا ديستيناسيون دو سونتر كوريا انترناسيونال، يعني هنا غيرجعوها للصين. نكملوا دابا باقي معكم. كشفتي هذه حاجه زوينه نسبيا، ولكن ما عرفتش علاش ما كيديروش ثمن التوصيل، حيت قلت لكم ربما ثمن غير ثابت وكيديروا لك غير ثمن الرسوم الجمركيه. هذه الخاصيه غتفيد الناس اللي شارين بفلوس، يعني انت شاري بالشراء الجماعي بدرهم بحالي انا غير استنتج على انك غتخلص مثلا 25 درهم وغتخلص واحد 32 درهم. كان كيطلب منك الفاكتور 57 درهم التوصيل غتخلص واحد 62 درهم. ولكن هذه الخاصيه غتفيد الناس اللي كتشريو ب 50 درهم 70 درهم 80 درهم 150 درهم حتى ما لا نهايه 5000 درهم. ما كيكونش عارف شحال غادي يخلص، ولكن او موان ملي كتدخل الكولي ديالو للمغرب باش كطابي رقم التتبع ديالك في امانه كيطلع لك الثمن اللي غادي يخلص باش تكون ضارب حساب. هنا كيف شفتوا انا الشراء الجماعي اللي شاري بدرهم وجوج دراهم جاتني غير 3 4 دراهم. هذه هي الرسوم الجمركيه اللي كتخرج من عند الديوانه. للاسف كترتفع بزاف ملي كتدخل شركه التوصيل وكدير الثمن اللي بغات، حيت البريد راه مرونه فيه القضيه بزاف معطل بزاف. وتا ملي كتمشي تسول ما كيعطيوكش خبر، كيقول لك بقى تجي تسول كل مره. التتبع ما بقاش كيطلع للناس post.ma كطلع لك الكولي بانها في مدينتك. ملي كتمشي للبوست كيقول لك باقا في الديوانه. اي واحد طرات ليه شي حاجه بحال هكا عن طريق البريد او اي شركه يشاركها معايا باش ملي نشارك انا مع الناس نستافدوا منها كاملين. مرحبا باسئلتكم في تحت في التعاليق، مرحبا بنقدكم رايكم. اي موضوع بغيتي ندوي عليه هنا قناتكم وانا رهن الاشاره. كان معكم محمد عاشور فيديو جديد. الله يعاونكم.